هكلمكم عن خرافة من خرافات الدايت اللي لازم نغيرها. أنا دكتورة ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. الخرافة هي إن الفاكهة المسكرة زي العنب والمانجا والموز أو التين ممنوعين في الدايت، وده مش حقيقي. الفكرة دي جت من إن زمان كانوا بيقارنوا بين الفواكه عن طريق المؤشر الجلايسيمي الجلايسيميك اندكس وبس، وده بيقارن بين 100 جرام من الفاكهة قد إيه بترفع سكر الدم، وبيقارنوها ب 100 جرام من الجلوكوز، وما كانوش بيهتموا بالحمل الجلايسيمي الجلايسيميك لود، وده اللي بيحسب كمية الكربوهيدرات في الحصة الواحدة من الفاكهة وسرعة امتصاصها. لكن كل الكلام ده نظري وصعب اقعد اشوف الجلايسيميك اندكس والجلايسيميك لود لكل فاكهة، والصح اننا نهتم بس بالكميات مش النوعيات. يعني لو هاكل عنب مثلا يبقى هاخد كمية صغيرة حجم قبضة اليد مثلا 15 حبة، ومش هاكل طبق العنب كله. ولما هاخد مانجا مثلا هاخد واحدة صغيرة او نص واحدة كبيرة. وحتى لو حبيت اكل كمية كبيرة شوية هاخد مثلا واحدة مانجا، يبقى هاكل معاها حاجة تانية تبطئ هضمها وامتصاصها زي الزبادي او المكسرات او السوداني او زبدة السوداني، او اكلها بعد وجبة او حتى خلال ساعة من الوجبة، زي فكرة اكل الجبنة والبطيخ. وكمان اعرف الليمت بتاعي في اليوم اللي هو بين 3 أو 4 حصص فاكهة في اليوم. وعكس الفكرة دي كمان ان الفاكهة صحية ومفيدة واقدر اكل اي كمية منها كمان، دي مش صحيحة. لكن الفكرة الصحيحة اني اقدر اكل اي نوع من الفاكهة، لكن اعرف قد ايه اكل منها. لو استفدت من الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم اي اسئلة اكتبولي في التعليقات.